ما اسمهاش صديقي عامل ايه؟ فاكرني هسيبك يعني؟ فاكرني هسيبك؟ يعني هياخد بايو بس واسيب الكيمياء يعني؟ لا طبعا، لا طبعا معاك. ده انا ومندليف كنا قاعدين سوا اصلا بنرص التيبل سوا. ليكتشر 6 هنشرح الهيت اند كيميكال رياكشن. طبعا انت عارف ان الشابترز متقسمه في كتاب المدرسه بشكل معين، في المعاصر بشكل معين، انا بقسمها بشكل معين، انا بقسمها بالقدر الكافي اللي يخليك تبقى قاعد في الحصه او في المحاضره مش متضايق، مش حاسس ان انت بتحشر لك معلومات. خلاص؟ فاحنا النهارده مع بعض هنشرح الايه؟ الاندوثيرميك والاكسوثيرميك رياكشن. يلا بينا، يلا بينا. احب اقول لك اي رياكشن عندنا في الدنيا، اي رياكشن بيحصل لازم 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 يجين هيت ويلوز هيت. اي معامله ما بيننا، يعني اي مثلا انا هشتري سماعه، فانا هديك مثلا 200 جنيه وهترجع لي باقي 50 جنيه، فالسماعه دي اكشلي توتال 150 جنيه. ففي انت هتاخد فلوس وهتديني فلوس، تديني الباقي بتاعي. فاي رياكشن في الدنيا هو بياخد انرجي وبيجين انرجي او بيريليز انرجي. تعال نبص كده على رياكشن بسيط. انا عندي هنا A بلس B، A بلس B هيتفاعل مع بعض هيدينا في الاخر ايه؟ C بلس D. ده رياكشن بسيط جدا. انا عشان اعمل ايه؟ قال لك انا بكسر بوندز موجوده في الرياكتنت، ده تعريف الكيميكال رياكشن. بكسر بوند موجوده في الرياكتنت علشان اطلع ايه؟ بوند جديده فين؟ في البرودكت، اكون برودكت جديد. يعني مثال ثاني، انا عندي هنا A بلس B هيدينا في الاخر ايه؟ A بلس B. ده AB هيدينا A بلس B. ايه اللي حصل؟ ده رحت مسخنه كده فاتكسر، صح؟ فاي رياكشن في الدنيا، اي رياكشن في الدنيا لازم يكون عنده ايه؟ رياكتنت وبرودكت. الرياكتنت اللي هو قبل السهم، والبرودكت اللي هو ايه؟ بعد السهم. دول اسمهم رياكتنت عشان قبل السهم، دول اسمهم برودكت عشان بعد السهم. انا بتعامل مع حد هو ما يعرفش يعني ايه كيمستري، ماشي؟ عشان بس لما اشرح تفاصيل ما حدش يقول لي ايه انت الكلام ده مش عندنا ومش بقول لك ايه ما تخنقناش، انا بشرح الطريقه اللي انا بحب اشرح بيها. تبص كده معايا في المنهج ومش في المنهج، انا بقول لك ده مش عليك بس ده اساس. في حاجات بقولها في النص كده اقول لك ده مش عليك، خلاص ده مش عليك ما تسمعوش، مش مهم، اسمعوا كده معلومه اثرائيه عشان لما تطلع ثالثه ثانوي تبقى عارفه. لكن دلوقتي لما اقول لك معلومه كده تفهمك الدنيا، لا تفهمك ده البيز. ما ينفعش اقول لك 2 زائد 2 بيساوي 4 وانت مش عارف يعني ايه 2 وعارف يعني ايه زائد، ايه كلمه زائد دي اصلا، ماشي؟ انا ما اعرفش انت عارفين رياكتنت وبرودكت ولا لا، بس احنا بنشرح يعني. فانت عندك ده رياكتنت وده اسمه ايه؟ ده اسمه برودكت. الرياكتنت ده اللي هو قبل السهم ده لازم يجين انرجي، لازم ياخد حراره، او هي الانرجي لازم تكون حراره؟ لا، ممكن يديله كهرباء، ممكن يديله حراره، ممكن يديله راديشن اشعاع، بس احنا في القصه بتاعه المنهج بتاع الهيت والكلام ده كله هديله هيت، هديله انرجي على شكل هيت. فده هعمل فيه ايه؟ هسخنه، هعمل له حاجه اسمها هيتنج. طب ده لما سخنه كده عمل ايه؟ كده عمل جين للهيت، صح؟ كده عمل جين للانرجي. يبقى الحته دي عملت ايه؟ اي بي ده عمل جين انرجي. يبقى كده الرياكتنت عمل ايه؟ الرياكتنت ده عمل جين انرجي. طب نروح الناحيه الثانيه، البرودكت ده هيعمل ايه؟ هياخد اللي هو محتاجه والباقي هيرميه. فالبرودكت هيعمل ايه؟ هيعمل ريليز للانرجي، هيعمل ريليز لهذه الهيت. طب مين اللي بيعمل ريليز للهيت؟ البرودكت. فتلاقي الرياكتنت بيجين والبرودكت بيلوز. انا بقى ما اعرفش مين عمل جين اكتر ومين عمل ريليز اقل. بمعنى يعني لو افترضنا، تعال نطلع دي فوق شويه، لو الرياكتنت اخذت 100 والبرودكت راحت مطلعه 50، ايه ده؟ انا كده خسران، انا كده مش كسبان، انا خسران 50 جنيه يبقى نيجاتيف 50. طب الرياكتنت رحت مديها 50، راحت هي مطلعه لي 200، راحت مطلعه لي 200، ايوه الله ينور عليك. يعني هي ذات نفسها، انا بتكلم عن الرياكتنت ذات نفسه، الرياكتنت ذات نفسه 50 وهنا البرودكت ذات نفسه 200، هو ذات نفسه 200. ده احنا كسبت، ده انا كده بقيت ده انا استثمرت في الموضوع، فيبقى كام؟ بوزيتيف 150. يعني انا فتحت مشروع دفعت فيه 50 جنيه طلع لي في الاخر 200 جنيه، انا كسبت كام؟ 150. ففي حاجات بوزيتيف وفي حاجات ايه تاني؟ في حاجات نيجاتيف. فانا عندي رياكشنز بالبوزيتيف، في رياكشنز في الاخر بتطلع لي بوزيتيف. النت بروفيت، شفت شارك تانك؟ لكن النت بروفيت بتاعي بالبوزيتيف، وهنا النت بروفيت بتاعي مفيش بروفيت انا خسران، النت بتاعي بالنيجاتيف، ده كاش فلو بالنيجاتيف بقى. اقفل المشروع يا ابني. برعايه ايمن بس. فانت عندك ال 100 ودي 50 وده 50 ده 200، فكده كسبان كده في البوزيتيف. الرياكشنز اللي الساين بتاعتها بالنيجاتيف، الساين دي بتاعتها بالنيجاتيف بنقول عليها ايه؟ اكسوثيرميك. والرياكشنز اللي الساين بتاعتها بالبوزيتيف بنقول عليها ايه؟ اندوثيرميك. اندو يعني بتاخد حراره، اندو يعني بتجين، وثيرميك يعني حراره، واكزو يعني بتريليز، وثيرميك يعني حراره. فاندوثيرميك يعني بيجين طاقه اكتر، واكزوثيرميك يعني بيريليز طاقه اكتر. يبقى تاني اي رياكشن في الدنيا بيحصل فيه ايه؟ جين وريليز، جين وريليز. طب تعالى كده ندي مثال، حاجه احنا خدناها وبنفضل كل شويه بنشرحها، الفوتوسينثيس بروسيس. هتقول لي ايه؟ كربون دايوكسيد ووتر، كربون دايوكسيد هيتفاعل مع الووتر هيديني في الاخر مين؟ هيروح يديني في الاخر C6H12O6 بلس اكسجين. انا
انا معايا ده الراجل الطيب ده موليكيول صغنون CO2 3 اتوم، هنا C6H12O6 ده كام اتوم؟ ده 24 اتوم، كتير قوي. فده جواه انرجي كتير، فده جواه هاي انرجي. طب هو جاب الانرجي منين؟ احنا عندنا حاجه اسمها قانون بقاء الطاقه. ايه قانون بقاء الطاقه ده؟ انرجي neither created nor destroyed. يعني ايه انرجي neither created nor destroyed؟ يعني الانرجي مش بتتخلق، احنا خلاص هي الانرجي موجوده في كوكب الارض، احنا بنحولها من حاجه لثانيه، مش هخلق انرجي جديده ولا هرميها. هي الفكره في ايه؟ النور اللي طالع ده، هل انت فاكر ان النور ده اللي طالع في وشك ده كده خلاص خلص؟ الطاقه دي خلصت؟ لا، هي الطاقه دي ممكن تخبط فين؟ في الموليكيول بتاع الجاز اللي هو الهواء، اكسجين كده. فالاكسجين ده يجين الانرجي بتاعت الضوء، فالاكسجين ده ياخد طاقه كيميكال فيجين كيميكال انرجي. بلاش حاجه ابسط عليك شويه، المروحه دي بحط الفيشه دي فيها كهرباء، هذه الكهرباء كلها هتخش للمروحه، حاجه من الاثنين، يا تسخن عشان كده تلاقي المروحه بتسخن، يا تكهرب فتلاقي المروحه بتتحرك. فانت عندك ايه؟ الانرجي بتتحرك من فورم للثانيه. فانا عندي هنا الانرجي نايذر كرييتد نور ديسترويد، فانا عندي هنا هاي انرجي، ده معناه ان كل ده هاي انرجي. طب ازاي كل ده هاي انرجي وانا شايف ان ده صغير؟ ده كده مش هاي انرجي كومباوند، ده هاي انرجي كومباوند، يعني كومباوند عنده هاي انرجي، وده مش هاي انرجي كومباوند، لا ده لو انرجي كومباوند. يعني ايه كلمه لو انرجي كومباوند؟ يعني كومباوند عنده ايه؟ لو انرجي. طب هنعمل احنا ايه بقى في القصه دي؟ يعني انا عندي هنا لو انرجي كومباوند وهنا هاي انرجي كومباوند، هجيب الطاقه منين؟ من الشمس. فتيجي السان لايت، الشمس الجميله دي بتعمل ايه؟ الشمس الجميله دي بتروح جايه وحاطه الانرجي بتاعتها كده مع الموليكيولز دي كده، تقعد تضغط مع بعض كده لحد ما يكونوا كوره كده جواها ايه؟ هاي انرجي كومباوند. يعني انا عندي حاجات بسيطه وبعد كده اجيب طاقه كبيره قوي وكل ده يميكس مع بعض يدينا هاي انرجي كومباوند. خلي بالك بقى، ده كده معايا حاجات ايه؟ صغيره، يعني معايا مثلا 50 جنيه وفي الاخر طلع لي 200 جنيه، حاجه كبيره. يبقى انا كده كسبت ولا خسرت؟ انا كده كسبت. انا كده استثمرت حاجه صغيره، كان معايا 50 جنيه استثمرتها طلع لي في مشروع 200 جنيه، ده المكسب 4 اضعاف، انا كده كسبت قوي. فكده لما بكسب الرياكشن ده بنسميه ايه؟ اندو ثيرميك. طب انت بتعرف منين انك كسبت؟ يعني هعرف منين انك كسبت؟ بعمل الثاني ماينس الاولاني، الثاني اللي هو ايه؟ البرودكت. فانا عايز اجيب الانرجي بتاعت البرودكت، واحنا بنتكلم على هيت فنقول عليها ايه؟ هيت بتاعت البرودكت ماينس الثاني ماينس الاولاني. مين الاولاني؟ الانرجي بتاعت الرياكتنت، والانرجي اللي هي الهيت فنقول عليها اتش بي ماينس اتش ار. طب اتش بي ماينس اتش ار ده هو ايه؟ فرق الطاقه، فرق الحراره، فرق المكسب بتاعي، صح؟ ده المكسب بتاعي، فبنسميه ايه؟ دلتا اتش. يعني ايه كلمه دلتا بقى؟ يعني فرق. خدتها انت في ثالثه على دلتا في، وخدت بقى دلتا اللي هي بتاعت سبيد او فيلوسيتي والاكسلريشن، او كان في دلتا كده في 2 ماينس في 1، فاكر الحاجات دي؟ فانت عندك دلتا اتش اللي هي اتش بي ماينس اتش ار. فلو اتش بي اكتر، البرودكت جواه طاقه كتير 200 والرياكتنت جواه طاقه قليله، انا كده كسبان. يعني انا كده اديته انرجي، هو كان صغنون كده خالص وانا اديته انرجي، اديته الدفعه بتاعته، اديته السان لايت اهو. فده الرياكشن ده بنقول عليه ايه؟ اندوثيرميك. طب لو رياكشن تاني انا رحت مكسر راح مطلع حراره كتير، عكسه ده ايه؟ عكس الفوتوسينثيس. لو انت فاكر الثانيه دي اللي هي السيل ريسبيريشن، بنجيب السي 6 اتش 12 او 6 اللي هو عنده هاي انرجي اللي هو 200، وبعد كده باجي احرقه بمين؟ باجي احرقه بالاكسجين، بعد كده بيديني في الاخر كربون دايوكسيد ووتر واي تي بي، وقلنا 36 لو هو ايروبيك، ماشي؟ ده كان مكتوب في الكتاب. فقال لك ده 200 راح مديني كومباوند هنا في 50. انا كده كسبت ولا خسرت؟ انا كده خسران. تعالى نبص كده نحسب، انا كده اديته 200 راح مطلع لي 50 في الاخر، 200 راح مطلع لي 50، ده انا كده خسرت. هو طبعا هي انرجي برضو زي ما بقول لك، انرجي نايذر ايه؟ انرجي نايذر كرييتد نور ديسترويد، بس ايه؟ افهمها كده لحد ما اقول لك هي الانرجي راحت فين. فانت عندك هنا 200 هي اديتك البرودكت بتاعها ب 50، وفي انرجي ثانيه ب 150 حصل لها ريليز، مالكش دعوه بقى راحت فين، مالكش دعوه، بعدين هقول لك بس اصبر عليا. فدلوقتي انا معايا كام؟ انا معايا مشروع دفعت فيه 200 جنيه على اساس ان هو يجيب لي 400، جاب لي 50 بس. ابقى انا كسبت ولا خسرت؟ انا كده خسرت. يبقى كده لما اجيب بقى الهيت بتاعه البرودكت اللي هو الثاني ماينس الهيت بتاعه الرياكتنت اللي هو الاولاني اللي هي الدلتا اتش، هتساوي كام بقى؟ هتساوي دلتا اتش بي ماينس اتش ار اللي هو 50 ماينس 200 تطلع لي بنيجاتيف 150. نيجاتيف 150 كسبان ولا خسران؟ كسبان. نقول عليه ايه؟ اكسوثيرميك. يبقى انا كده فهمت ايه الفرق جنرال، الفرق بين اكسوثيرميك واندوثيرميك رياكشن. طب هو اصلا كلمه اكسوثيرميك واندوثيرميك يعني ايه؟ الاكسوثيرميك رياكشنز هي رياكشنز اللي بتطلع حراره. الاكسوثيرميك رياكشن هي الرياكشنز اللي بتطلع حراره. دي بتعمل ايه؟ دي بتعمل ريليز للانرجي. يعني ايه ريليز للانرجي؟ يعني انا مثلا
لما كسرت الجلوكوز من شويه صغيرين، لما كسرته راح مطلع حراره كتير، طلع حراره كتير قوي، خلى الدنيا حر حواليا، فده كده ايه؟ اكسوثيرميك. يعني لو جبت لك مثلا كوبايه، والكوبايه دي درجه الحراره بتاعتها 20 ديجري سلسيوس، ورحت مثلا سبت حطيت فيها رياكشن، حطيت رياكشن، وبعد كده بلمس الكوبايه نسعتني، يبقى كده عملت ايه؟ عملت ريليز للانرجي. فلما تعمل ريليز للانرجي هي بتتحول تبقى ايه؟ 25 مثلا، او بلاش 25 عشان كده اتلسعت، خليها 85. 85، فال 85 دي معناها ايه؟ معناها انها اكسوثيرميك رياكشن. ليه؟ لانها خلت الدنيا اللي حواليها حاره، خلت الدنيا حواليها فيها انرجي كتير. ده الاكسوثيرميك. طب يعني ايه اندوثيرميك؟ اندوثيرميك يعني هو شحات، ده عايز انرجي، ده رياكشن محتاج انرجي، ده بيريليز ولا بيجين؟ ده بيجين، ده بيجين انرجي. يعني ايه بيجين انرجي؟ يعني سوري الرياكتنت عايز يسحب طاقه كتير قوي. يعني ايه عايز يسحب طاقه كتير قوي؟ يعني عايز يسخن كده، عايز يولع، عايز هات كده الحراره دي، هات الحراره دي، يسحب حراره عشان هو يسخن. يعني يعمل ايه؟ يعني مثلا هجيب الاي ده يقعد يسحب حراره، يسحب حراره يعني يسحب هيت، ولما يسحب هيت كتير في الاخر يسخن، فلما يسخن يتحول الى ايه؟ يتحول للبرودكت بقى. فده لما سحب انرجي، الرياكتنت ده لما سحب الانرجي، سحب الهيت اللي هو عايزها، تحول في الاخر الى برودكت. انما الاكسوثيرميك ده عمل ايه؟ الاكسوثيرميك ده هو كان ايه عادي؟ ايه اللي حصل له؟ عمل ريليز للهيت، طلع لي البرودكت، وطلع معاها مين؟ طلع معاها الهيت. يعني هو طلع هيت، انما ده سحب هيت. ده الفرق الجوهري بين اندوثيرميك واكسوثيرميك. طب هي الانرجي بتروح فين؟ بص اسمع معايا، حاول تفهم بس. شايف ده؟ لما حرقته ده كان جواه طاقه كتير صح؟ الانرجي بتاعته راحت فين؟ قال لك راحت اتخزنت في الكربون دايوكسيد. مش ده اتوم واتوم ماسكين مع بعض ببوند؟ فاكر لما كنا شرحناها في اخر حته في الدرس اللي فات؟ فالبوندز دي جواها انرجي، فالانرجي اللي موجوده جوه دي كده انرجي كتير قوي، فخدنا من دي شويه حطناها هنا، وعندنا منها 6 كربونات، 6 كربون دايوكسيد. والووتر برضو ده موليكيول جواه انرجي، والاي تي بي ده موليكيول جواه انرجي. طب والهيت اللي طالعه زياده، يعني ايه هيت طالعه زياده؟ مش انت بعد ما بتجري بتسخن؟ ليه؟ اصل الجلوكوز لما بيتحرق بيطلع كل دول، وبيطلع معاه شويه انرجي كده مش عارفه تبقى ايه، فبتتحول الى هيت، بتتحول الى حراره. فتلاقي كده ايه اللي حصل؟ الحراره دي طلعت كهدر. لا مش هدر ولا حاجه، هي ما استعملناهاش بس، يعني احنا بنقول عليها هدر، بس هي طلعت. يعني هنا لو معايا 200 اتوزعوا على دول كلهم، بس انا بتكلم على البرودكت، مش ماليش دعوه بالهدر بقى، ماليش دعوه بالهدر. بس تاني برضو لما اقول لك انا البرودكت بتاعي طلع هيت، طلع هيت، يبقى هو عمل ريليز هيت وطلع. لو هو عمل ريليز هيت يبقى هو ايه؟ اكسوثيرميك. لو هو عمل جين هيت فنقول عليه ايه؟ اندوثيرميك. ماشي يا صديقي، تعالى بقى نكمل الجزء بتاعنا. بص يا باشا، في طبعا في عندك كومباريزون كده جميله بين الاندوثيرميك والاكسوثيرميك. حلو، انا بقى عايز اشرح لك الاندوثيرميك كلها الاول، بعد كده اشرح لك الاكسوثيرميك كلها الاول، بعد كده اقارن لك فيهم براحتي. بس اشرح الاول يعني ايه اصلا اندوثيرميك رياكشن. نبدا باول حاجه، انا بحب ابدا بمين؟ بالاندوثيرميك عشان هي ألذ. يعني كلمه اندو يعني ايه؟ يعني هي هتاخد انرجي. اندوثيرميك يعني هي محتاجه انرجي، محتاج انرجي. طب يعني ايه اندوثيرميك رياكشن؟ تاني اهو، محتاج انرجي. يعني لو باجي اكتب بوينت كده اساسيه، ده بيعمل ايه؟ ده بيجين، انا مش عارف ده باين ولا لا، ممكن نفتحه اكتر عشان دي بلاك بورد، معلش، عشان اللي بيتكلم بقى على بلاك بورد ولايت بورد، انا خط في البلاك احلى، مش عارف ليه، ما هو نفس الخط ونفس القلم ونفس كل حاجه، بس هو تحس انها اشيك يعني. جين حتى زي التليفون كده بتعمله بالدارك مود، تحس ان فيه فخامه كده مره واحده، فهي حلو حلو. عندك ايه؟ بيجين انرجي. يعني ايه بيجين انرجي؟ يعني بص تخيل معايا كده، هو موليكيول عادي عمال بقى احشي انرجي، اعطيه انرجي، اعطيه انرجي، اعطيه انرجي، فانا عمال اعطيه انرجي، ده اسمه اندوثيرميك رياكشن. يعني ممكن تكتبه ازاي بقى؟ ممكن اكتبه كده، A هيتحول الى B، بعد كده اكتب هنا ايه؟ طالما هو هياخد انرجي، طالما هو هيجين انرجي، بنقول عليه عنده دلتا اتش بتاعته بالبوزيتيف، اللي هي اتش بي ماينس اتش ار بالبوزيتيف، ودي شرحناها كتير قوي من شويه صغيرين. قلنا هو هيبقى كسبان اكتر، هيبقى كسبان البرودكت ذات نفسه، هيبقى فيه طاقه اكتر، صح؟ البرودكت هيبقى فيه طاقه اكتر، يعني البرودكت الناتج اللي طلع في الاخر هيبقى اكتر من الرياكتنت، صح؟ عشان كده انا كسبان. فلما اجيب بقى ايه؟ اتش بي، اتش برودكت اللي هو مثلا 50 ماينس اتش ار اللي هو 25، عشان 50 اكبر تطلع لي رقم ايه؟ بوزيتيف 25. يبقى كده اللي ممكن نطلع منه بالمعلومه دي ان هو بيجين انرجي، وان دلتا اتش برضو بالايه؟ بالبوزيتيف، وان الهيت اوف برودكت، البرودكت عنده انرجي اكتر من ايه؟ من الرياكتنت. ايه ده؟ ازاي الانرجي بتاعت البرودكت اكتر من الرياكتنت؟ مالك هو بيجين انرجي، جايب الانرجي بتاعته منين؟ من بره. يعني ايه؟ اخد انرجي من بره كلهم على بعض اتحطوا جوه بي، فبي بقى هجين بين الاثنين، بقى هجين بين الصغير اللي هو ايه، وهجين بين الكبير اللي هو جاي من بره اللي هو الاكسترنال انرجي.
فانا بقى عندي اكسترنال انرجي وايه، الاثنين دول مع بعض بيساووا بي، يبقى كده بي اكيد اكبر، واحد بمقام اثنين، فالواحد ده اكيد اكبر منهم، يبقى البرودكت اكيد اكتر من الرياكتنت. ماشي، كلام منطقي، كلام مظبوط يعني، كلام كله عقل. طب احنا عايزين ايه اكزامبلز كده للرياكشنز اللي ممكن نقول عليها ايه اندوثيرميك. يعني ايه اندوثيرميك رياكشن؟ بيجين انرجي، بيجين انرجي. والله احنا خدنا حاجات زيها الترم اللي فات، حاجه اسمها ميلتنج، تسمع عنها؟ تعال نتكلم كده عن الووتر. الووتر دي H2O ممكن تبقى سوليد، هنعمل فيها ايه؟ هنسخنها، ولما بنسخنها بتبقى ليكويد، صح؟ ولما بسخنها تبقى ليكويد، انا كده اديتها انرجي، صح؟ كده سخنتها، فسنس ان انا اديتها انرجي وسخنتها كده عملت جين انرجي. طب انا عندي الووتر ليكويد، لما بسخنها اكتر هتبقى ووتر فيبر، لما بسخنها اكتر كده عملت جين انرجي، ولما عملت جين انرجي يبقى كده بقى فيها ايه؟ سوري، كده بقت اندوثيرميك. فوانا ماشي بالسهم كده ميلتنج، ما رايح من سوليد لليكويد ده اسمه ميلتنج، ورايح من ليكويد لفيبر ده اسمه ايه؟ اسمه ايفابوريشن. ايفابوريشن. كده انا بعمل ايه؟ انا بجين انرجي، ده كده اندوثيرميك ولا اكسوثيرميك؟ ده اندوثيرميك، كده بقى بعطيه انرجي. طب اديني اكزامبل تاني، الفوتوسينثيسيس بروسيس، تسمع عنها؟ نسمع عنها. الفوتوسينثيسيس بروسيس دي عباره عن ايه؟ عباره عن ان انت بتجيب كربون دايوكسيد عنده انرجي قليله، ووتر عندها انرجي قليله، وتروح حاطط معاها سان لايت انرجي من بره اكسترنال، الميكس ده كله على بعضه راح مديك حاجه فيها انرجي كتير قوي، فالبرودكت بقى اكتر من رياكتنت، ولما البرودكت يبقى اكتر من رياكتنت ده كده ايه؟ اندوثيرميك. طب خد عندك واحده كمان، حاجه اخدتها في ثالثه اعدادي كان اسمها ثيرمال ديكومبوزيشن. يعني ايه ثيرمال ديكومبوزيشن؟ كان عندك كده حاجات بتكسرها بالحراره، لو انت فاكر كان في عندك ايه؟ كربونات ونيتريت وهيدروكسيد، فاكر انت القصه دي لما كان بيجيب لك ايه؟ اول حاجه اوكسايد هيدروكسيد، كوبر اوكسايد بيتكسر الى كوبر واكسجين، او كالسيوم اوكسايد كالسيوم واكسجين، مغنيسيوم اوكسايد مغنيسيوم واكسجين. هو بيعمل ايه بقى؟ هو بيكسر بالحراره. يعني ايه بيكسر بالحراره؟ يعني مثال، انا هجيب هيجو، مين هيجو ده؟ ميركوريك اوكسايد. ميركوريك اوكسايد ده على بعضه كده ميركوري اوكسايد موليكيول، انا لما سخنته راح مديني اتش جي وراح مديني او، انا سخنته، صح؟ انا سخنته فعمل جين انرجي، فلما عمل جين انرجي هو الراجل المحترم ده عمل جين انرجي، يبقى ده كده عمل ايه؟ كده اللي خد انرجي، عمل اندوثيرميك رياكشن. سهله؟ يبقى انا كده عندي ايه؟ عندي الفوتوسينثيز، عندي الثيرمال ديكومبوزيشن، وعندي بقى الاسهم دي اللي هي الميلتنج او ايفابوريشن. دي كده معاك اكزامبلز. بورد دي حلو، بورد اللي بعدها احلى، ليه؟ لان دي اللي عليها الاسئله، دي اللي بيجي عليها الاسئله. تخيل معايا كده مثلا انا ممكن اكتب لك الايكويشن ازاي؟ ممكن اكتب لك الايكويشن A عملت جين لهيت، الهيت في الرياكتنت وهنا بلس ادتني بي، فكده الهيت راحت للرياكتنت، كده الاثنين دول مع بعض في الرياكتنت، فلما بلاقي الهيت في الرياكتنت ببقى عارف ان ده ايه؟ اندوثيرميك. طب بص دي A ادتنا بي ماينس هيت. هو في حاجه اسمها ماينس؟ في حاجه اسمها ماينس هيت؟ مفيش حاجه اسمها ماينس هيت، كانت الثانيه اسمها دلتا اتش، كانت دلتا اتش دي حاجه ثانيه ماليش دعوه، دي دلتا اتش. انا بتكلم على الايكويشن اللي عندي نيجاتيف هيت، هل ده يجوز؟ مفيش حاجه اسمها نيجاتيف هيت، النيجاتيف تروح الناحيه الثانيه بالبلس، يبقى نيجاتيف هيت تروح الناحيه الثانيه تبقى ايه؟ بلس هيت هتدينا بي، فلما ايه بلس هيت هتدينا بي يبقى ده كده برضو اسمه اندوثيرميك رياكشن، فانا كده عندي ده اسمه اندوثيرميك رياكشن. طب بص ده عندك حاجه اسمها بوتاسيوم كلوريت ClO3، ده اسمه بوتاسيوم كلوريت. هذا البوتاسيوم كلوريت لما بنسخنه هنعمل له هيتنج هيروح مطلع لنا برودكت، ادي البرودكت اللي هيديني بقى مين؟ بوتاسيوم كلورايد ومعاه اكسجين. طبعا الناس بقى اللي بقت فنانه في البالانس تقول لك هو ازاي هنا O3 وهنا O2 بالبالانس يا صديقي؟ دي بنحط هنا 2 وهنا بنحط 2 وهنا هنحط 3. ماشي؟ ده بالانس، نتعلم البالانس مش دلوقتي، هو مش وقته، بس والله عيب، عيب لما اقول لك مش وقته. تعالى انت بعمل سكيب لو مش عايز. هنا عندي كام كهايه؟ واحده. هنا عندي كام كهايه؟ واحده، مظبوطه بالانسد. هنا عندي كام سي الايه؟ واحده. هنا عندي كام سي الايه؟ واحده، برضه مظبوطه. هنا عندي كام اكسجينيه؟ 3. هنا عندي كام اكسجينيه؟ 2. فانا عندي هنا 2 وهنا 3. مين محتاج اكتر؟ مين عايز ياخد موليكيول اكتر؟ الاثنين. مين محتاج اكتر؟ الاثنين. مين عايز ياخد اكتر؟ الاثنين. فنروح حاطين هنا ايه؟ 2 كمان. انا عملت ايه اصلا؟ هي اصلا اوريدي كانت 1، فانا رحت مزودها خليتها 2. طب انا كده ما عندي كام؟ 2 و2 4، معايا 4 اكسجين. هنا كام؟ هنا 3. هل كده بالانسد؟ برضه لا. فانا هعمل ايه؟ ده 4 وهنا 3، مين محتاج اكتر؟ الثلاثه، فراح حاطط هنا 2. طيب لما نيجي نبص كده انا عندي كام كهايه؟ 2 كي. عندي هنا كام كهايه؟ واحده، راح مزود هنا 2. فانا كده بقى عندي كام كهايه؟ 2 وهنا 2 كي. 2 Cl 2 Cl، تمام. عندي 2 اكسجين في 3
يعني 2 في 3 ب 6. يعني هنا عندي اكن عندي O3 مرتين يبقى كده 6. هنا عندي كام اكسجينيه؟ 2 في 2 ب 4. دول 6 ودول 4. مين محتاج اكتر؟ الاربعه. يبقى دي هتتشال. هات الاستيكه يا عم. دي هتتشال وهتتحط مكانها 3. بس ده البالانس اهو. انا عملت ايه بقى؟ انا جبت البوتاسيوم كلوريد ده وعملت له ايه؟ ثيرمال دي كومبوزيشن. ثيرمال يعني حراره، وفككته بالحراره. يعني هو اتفكك دلوقتي، اتفكك لبوتاسيوم كلورايد واكسجين، اتفكك بالحراره. ده اسمه ثيرمال دي كومبوزيشن، وهو عمل جين هيت. فده بنسميه ايه؟ ده كده بنسميه اندوثيرميك رياكشن. انا ممكن اكتب يا اما دي يا اما دي يا اما بقى دي الطريقه دي ايكويشن عاديه جدا، او ممكن اكتب لك بقى اي رياكشن كده عادي ايه ادانا بي ودلتا اتش بتاعته بالبوزيتيف، اي رقم بوزيتيف 50 مثلا، يبقى برضو ده اندوثيرميك رياكشن. طيب الاكسوثيرميك رياكشن وفي رسمه لسه هنقولها نشرحها الاول بعد كده افهمك الاندو والاكسو. طب الاكسوثيرميك رياكشن بقى نخش على الثاني. عندي مين؟ اكسوثيرميك رياكشن. يعني ايه اكسوثيرميك؟ اكسو يعني بره، ثيرميك يعني حراره، رياكشن بره. يعني ايه رياكشن بره؟ ايه اللي احنا قلناه ده؟ يعني حراره طالعه لبره. حراره بدل ما هو هيجين هيريليز، بدل ما يجين انرجي هيريليز انرجي. فانا عندي مثلا ممكن اكتبها ازاي؟ A ممكن اكتبها كده، A هتدينا B بلس هيت. يبقى كده هو عمل ريليز للهيت، طلع الهيت. ليه؟ لان هو بعد السهم، اي حاجه بعد السهم ده الناتج، ده اللي طلع، ده الناتج. طب ده عمل جين ولا ريليز؟ ده عمل ريليز للهيت. ولما يعمل ريليز للهيت ده بنقول عليه دلتا اتش بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف؟ ده عمل ريليز للهيت والدلتا اتش بتاعته بتكون بالنيجاتيف. ليه الدلتا اتش بتاعته دلتا هيت؟ او ما فيهاش، بص هي ما اسمهاش دلتا اتش. دلتا اتش بتاعته بتكون بالايه؟ دلتا اتش بتاعته طالما هو اكسوثيرميك بيكون بالايه؟ بالنيجاتيف. ليه بيكون بالنيجاتيف؟ عشان بيكون عندي رياكشن، الرياكشن ده خسران. ده ايه؟ ما ينفعش بكتب بلس هيت. ده ايه؟ اتفاعل اداني في الاخر بي. ولما اقول لك دلوقتي ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ انا اديته، بص انا اديته 2000 جول او 200 جول، 200 انرجي، راح مطلع لي 50. الغلبان بص الحقير ده طلع لي 50. المشروع الاهبل ده يعني انا استثمرت 200 جنيه، دفعت الكورس 200 جنيه، رحت اشتغلت بوظيفه خدت 50 جنيه. انا كده استثمرت؟ لا انا كده فشلت، انا كده خسرت، كده عملت لوز، كده عملت ريليز، كده عملت ريليز للانرجي. فكده مين عنده انرجي اكتر؟ الرياكتنت ولا البرودكت؟ كده الرياكتنت. فتلاقي الهيت بتاعت الرياكتنت اكتر من الهيت بتاعت البرودكت. طب تعالى نجيب دلتا دي بتساوي ايه؟ دلتا اتش بتساوي ايه؟ الثاني ماينس الاولاني، الثاني اللي هو البرودكت ماينس الاولاني اللي هو الرياكتنت. طب ايه اللي في الثاني؟ ايه اللي في البرودكت؟ كميته ولا تركيزه ولا الحراره بتاعته؟ الحراره. فنقول عليها هيت بتاعت البرودكت ماينس الهيت بتاعت الرياكتنت. هيت البرودكت كانت ب 50، هيت الرياكتنت كانت ب 200، كله على بعض كده يطلع نيجاتيف 150. طالما طلعت لي نيجاتيف يبقى ده ايه؟ اكسوثيرميك. يبقى انا كده عندي اكسوثيرميك رياكشن. عايز اكزامبلز لحاجات اكسوثيرميك رياكشن. يعني ممكن عندي حاجات كتير قوي. ياه بيطلع حراره، يا نهار ابيض. انت عارف الثانيه بص اللعبه دي، بص اللعبه الحلوه دي. شايف دول؟ اعكسهم لي. يعني ايه اعكسهم لي؟ يعني شايف ميلتنج بعد كده ايفابوريشن اكس. ما هو خلي بالك هو ده اخد حراره، فلما اعكس هطلع الحراره. مش فاهم؟ هو انت فاهم بس في ناس مش فاهمه. يعني في حد اكيد مش فاهم. تخيل معايا كده انا عندي ووتر اهي. الووتر دي ليكويد، انا هكتبها ليكويد وحولتها لفيبر. هي كده عملت ايه؟ هي كده اخذت طاقه وبقت فيبر، اخذت انرجي وقالت لك يح كده وبعدوا عن بعض، بقت هي فيبر. الووتر ذات نفسها اخذت الانرجي دي وبقت فيبر. فانا بقى هي اخذت انرجي وبقت فيبر، عايز ارجعها ورا. لا تعالي ورا، اسحب لورا، هات لي الانرجي اللي انت اخذتيها دي. يعني تخيل كده معايا، انت طلعت سلمه هديك 100 جنيه، فانت لما طلعت السلمه دي خد ال 100 جنيه دي. طب انت عايز تنزل تاني هات ال 100 جنيه انزل براحتك. فهتطلع سلمه هديك ال 100 جنيه. طلعت الاول في المدرسه هديك 1000 جنيه، هتجيب لك عربيه. بيضحكوا عليك يعني. هيطلع الاول المدرسه تجيب لك عربيه وفي الاخر ما تاخدش حاجه. فانت تطلع الاول على المدرسه يجيبوا لك عربيه. طب ايه ده؟ ما طلعت الاول مره جابوا لك العربيه يا عم، جابوها لك. عايز ترجع تاني رجعت التاني، هات يا باشا العربيه. فانت رايح من ليكويد لفيبر كده، انت بتسخن صح؟ يبقى كده بوزيتيف. طب انت رايح بقى العكس. طب ينفع نمسح؟ رايح بقى العكس، عايز ترجع من فيبر لليكويد، عايز يبقى الفيبوريشن اتحول لليكويد زي الكوندنسيشن رياكشن. فاكر؟ ايفابوريشن كوندنسيشن، فده هيحصل له ايه؟ كوندنسيشن. طب الكوندنسيشن رياكشن ده هيبقى كده عمل ريليز للحراره، طلع الحراره. هو كان معاه حراره راح رميها عشان يرجع ليكويد تاني، هو راح رميها عشان ينزل ليفل تاني.
ليه حاسس الدنيا لونها احمر قوي كده؟ مش اللون ده يعني؟ ماشي يعني. فانت عندك الرياكشنز زي مين مثلا؟ عندك رياكشن زي الايفابوريشن او سوري الكوندنسيشن. يعني ايه كلمه كوندنسيشن؟ يعني الحاجه ثانيه انا برجعها لايه؟ برجعها ثاني ليكويد. طيب او ممكن فريزنج. يعني ايه فريزنج؟ الحاجه الليكويد انت بترجعها ثاني ايه؟ سوليد، صح؟ فريزنج بتسقعها. فانت لما بتسقعها بتسحب حراره، صح؟ انت لما بتسخن بتدي حراره، لما بتسقع بتسحب حراره. يعني ايه اسحب حراره؟ يعني الوز، يعني انا سحبت الحراره والموليكيول راح لوحده، فانا سحبت منه الحراره. طالما سحبت منه الحراره يبقى هو عمل ريليز. خدت منه 100 جنيه يبقى هو سابها، عمل ريليز، يبقى هو اكسوثيرميك. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا رياكشن تاني زي الكومباشن. ما الفرق بين الكومباشن والثيرمال ديكومبوزيشن؟ كلمه كومباشن معناها احتراق. يعني ايه احتراق؟ يعني حاجه اول ما اديها حراره قد كده بس عارف انت اتنين، فاهم؟ اتنين ناقصين شعره، يعني اتنين اصلا في بينهم خلافات، اتنين متجوزين يعني في بينهم خلافات ويا لهوي، وتيجي الحما الحربوقه تيجي تقول لهم يعني هو ده الرز يعني؟ ايوه يا ماما شوفي كده الرز، بص اسمعي الكلام، اسمعي بقى شوفي هي بتعمل رز ازاي. بيقعدوا بقى يتخانقوا بعدها في البيت، فتلاقي ايه الشراره كلها وطلعوا عشان كيس رز، طبق رز يعني. ما احنا لو كنا بنغسل عدل، لو كنا بننشر عدل، لو كنا في حد حربوك كده يديله ايه الشراره الصغيره وتعمل مشاكل كبيره قد كده. هو ده الكومباشن، يعمل مشاكل صغنونه قد كده، اديله بص شممه حراره، عارف انت في ناس كده بتشم زب بتنفش على طول مره واحده، فده شممه بس الحراره هيولع. فلما اديته حراره صغيره ولع، فراح مطلع حراره كتير قوي، ده يعني ريليز كتير، يعني ده اكسوثيرميك. عندي ايه تاني غير الكومباشن؟ عندي مثلا الرياكشن بتاع السيلولار ريسبيريشن. فاكر السيلولار ريسبيريشن ده احتراق الجلوكوز. احنا بنخلي الجلوكوز بنحرقه باكسجين لحد ما يدينا انرجي على شكل اي تي بي، وبتطلع معاها هيت، يعني بيطلع انرجي، بيعمل ريليز. كل دي اكزامبلز لحاجات ايه ينفع نقول عليها اكسوثيرميك رياكشنز. طيب بص كده، تخيل معايا كده مثلا انا عندي ايه؟ عندي NaOH صوديوم هيدروكسيد وفعلته مع HCl. ده اسيد وبيز سولت ووتر. يعني لما فعل اسيد مع بيز هيديني ايه؟ هيديني سولت مع ووتر. اصلا في الكيمستري اي كومباوند حتتين، الاولى بوزيتيف والثانيه نيجاتيف. فالجزء البوزيتيف هيروح مع الحته النيجاتيف فبقى NaCl، والجزء البوزيتيف هيروح مع الحته النيجاتيف بقى H2O. حلو. فانا دلوقتي معايا مين؟ معايا NaCl H2O. الرياكشن ده في الاخر تخيل معايا كده ان معايا كوبايه، وانت قول لي بقى اللي هيحصل. رحت حاطط بقى ايه؟ جبت شويه NaOH، سكر بهار، هو كل ما هو لذيذ، حطينا NaOH ورحت حاطط HCl، ولما حطيت الاثنين دول على بعض كده مره واحده سبتهم عملوا الرياكشن ده اسيد وبيز سولت ووتر. بلمس الكوبايه، لما لمستها كده ايديا اتلسوعت، فطالما ايديا اتلسوعت يعني هو طلع حراره، يبقى ده عمل ريليز للانرجي، يبقى ده اكسوثيرميك. الرياكشن ده بنقول عليه ايه؟ نيوتراليزيشن رياكشن. يعني ايه نيوتراليزيشن رياكشن؟ يعني الرياكشن بتاع اسيد وبيز سولت ووتر، وده من ضمن الاكسوثيرميك. يعني لما اجي اكلمك عن دلتا اتش هتقول لي دلتا اتش بتاعته بالايه؟ بالنيجاتيف. ماشي؟ ده لما بيلمس حاجه او الرياكشن ده بيحصل بيطلع حراره، فالحاجه اللي حواليه بتبقى سخنه. طب التاني الاندوثيرميك بيسحب حراره، فالحاجه اللي حواليه بتبقى ساقعه. شاطر. تعالى بقى نفهم الرياكشن بيحصل ازاي. ايه ده؟ ما احنا كل ده بنفهم ايه؟ ما هو الرياكشن بيحصل ازاي برضه، بس تكمله ليه يعني. دلوقتي انا عندي A بلس B هيديني في الاخر ايه؟ C بلس D مثلا، وانت عارف ان ده اسمه ايه؟ الرياكتنت، وعارف ان التاني ده اسمه ايه؟ برودكت. فانا عندي رياكتنت هيتفاعل يروح مديني ايه؟ برودكت. الرياكتنت هيديني برودكت. الرياكتنت ده اللي هو A بلس B، والبرودكت اللي هو C بلس D. طيب جميل جدا. احنا بقى عايزين نعمل ايه؟ عايزين نسخن ال A بلس B ده عشان يدينا C بلس D. مثلا عايز اخلي الرياكشن يشتغل. بص بقى، احنا اي رياكشن بيجين وبيلوز. اي رياكشن ايه؟ بيجين وبيلوز. اي رياكشن بيجين وبيلوز. تاني، اي رياكشن بيجين وبيلوز. 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 فتلاقي الرياكشن ده هيعمل جين، والرياكشن ده هيعمل لوز. ركز بقى في الحته دي عشان دي مهمه جدا 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 جدا، عشان دي اللي هتفرق بين واحد فاهم وواحد بصمجي. ايه اللي هيفرق بين واحد فاهم وواحد بصمجي اللي هقوله دلوقتي؟ انت عندك في حاجه اسمها رياكتنت اللي هو الاي بلس بي. انا بتكلم بالراحه بقى خالص عشان ايه تهدي معايا السرعه شويه. ده رياكتنت، وعندي مين تاني؟ وعندي الهيت جيند باي رياكتنت. يعني ايه الهيت جيند باي رياكتنت؟ يعني في
حراره للرياكتنت هيت، في رياكتنت هيت وفي هيت جيند باي رياكتنت. بمعنى ايه؟ في حاجه اسمها الحاجه دي قيمتها 50 جنيه، انا رحت مزود عليها 100 جنيه. هي كقيمه 50 جنيه رحت مزود عليها 100 جنيه. فالرياكتنت ذات نفسه ليه قيمه، والبرودكت ذات نفسه ليه قيمه. دي بنسميها هيت بتاعه الرياكتنت والهيت بتاعه البرودكت. طب هي ليه قيمه ازاي؟ لان الرياكتنت ده اصلا وليكن زي الووتر دي بوند، اتش ماسكه في او ماسكه في اتش، دي بوندز، والبوند ذات نفسها جواها انرجي. البوند ذات نفسها جواها انرجي، فتلاقي لما الاتش بي يكون اكبر من الاتش ار، يعني قيمه البرودكت اكبر من قيمه الرياكتنت، ده بنقول عليه استثمار، ده بنقول عليه ايه؟ اندوثيرميك. ليه بقى اندوثيرميك؟ عشان لما تيجي تعمل القانون اللي هو اتش بي ماينس اتش ار هيطلع لك بدلتا اتش بالايه؟ بالبوزيتيف. بعد كده عندك هنا اتش ار اكبر من اتش بي، يعني الحراره ايه اللي انا عامله ده؟ ما هي اتش ار اكبر من اتش بي، يعني قيمه الرياكتنت قيمه الحاجات اللي جوه دي، مالكش دعوه بقى بالجين واللوز. قيمه الرياكتنت ذات نفسه اكبر من البرودكت، يعني هو ذات نفسه كقيمه. ايه اللي حصل له في الاخر؟ بص هو كقيمه هنا الرياكتنت قيمته عاليه، بعد كده قيمته قلت، يبقى انا كده خسرت. هو بعد سنه قيمته قلت، انا خسرت. تخيل جبت ذهب والذهب ده كان اشتريته ب 7000 جنيه، بعد سنه بقى ب 5000 جنيه، خسرت، عمل لوز. يبقى كده لما الرياكتنت يكون اكتر من البرودكت، يعني انا الناتج بتاعي قلت، يبقى ده كده اتش بي ماينس اتش ار هيطلع بالنيجاتيف، يبقى دلتا اتش هتطلع بايه؟ بالنيجاتيف. ده عاطف، واللي جاي ده عاطف تاني خالص. ايه اللي جاي ده؟ اللي جاي ده حاجه اسمها الرياكتنت ذات نفسه، اللي هو الرياكتنت اتش ار هو رياكتنت وانا اروح مزود عليه انرجي. ايه ده تزود عليه انرجي ليه؟ عشان ابدا الرياكشن. يعني تخيل معايا كده، انا معايا قلم عايز اولع فيه، القلم ده رياكتنت، ولما اولع فيه ده برودكت، ده هيت. فالقلم ده رياكتنت هو جواه انرجي، لما اولع فيه انا بديله انرجي زياده. فده الفرق بين الرياكتنت هيت، دي الهيت بتاعت الرياكتنت ذات نفسه، والهيت اللي هياخدها الرياكتنت. ففي اي رياكشن الرياكتنت بيعمل جين والبرودكت بيعمل لوز. بس ايه الفرق؟ هو هيجين قد ايه وهيلوز قد ايه. بمعنى يعني انا لو هجين كتير قوي وهلوز حته صغيره، انا عملت جين كتير ولوزت حته صغيره، يبقى انا كده كسبان ولا خسران؟ عملت جين كتير يبقى كسبان، يبقى بالبوزيتيف. ايه ده في طريقه ثانيه غير دي؟ لما الجين يكون اكتر من اللوز يبقى بالبوزيتيف. طب تعالى نكس لما جين حته صغيره ولوز كل الانرجي دي. فاكر انت البوتاجاز بقى ايه؟ هي بتقول كلمه واحده بس تروح مولعه البيت كله. فهي عملت ايه؟ ادت كلمه واحده بس، عملت جين لكلمه واحده بس، وهم بعملوا لوز. فكده اللي حصل الجين حته صغيره بقى اقل من اللوز، دي كده نقول عليها ايه؟ نيجاتيف. وطالما دلتا اتش بالنيجاتيف دلتا اتش بالبوزيتيف، هنا دلتا اتش بالبوزيتيف يبقى اندو، دلتا اتش بالنيجاتيف يبقى اكسو. فده عاطف وده عاطف. في اي رياكشن بيعمل ايه؟ جين ولوز. اي رياكشن الرياكتنت تعمل جين، البرودكت تعمل لوز، الرياكتنت تعمل جين، البرودكت تعمل لوز. غير كده في قيمه للرياكتنت وفي قيمه للبرودكت، دي مفيش خلاف عليها. طب انا مش فاهم قوي، يعني احنا مظبطين الدنيا بس عايزين ايه؟ نقرص عليها، عارفين تخش الدماغ قوي. جراف، انت واخد في ثالثه اعدادي ان اي حاجه صعبه بنفهمها بالجراف. انا ما بفهمش الجراف اصلا، انا بموس بحر في الجراف. تعال الجراف ده هيقول لك ان الجراف سهل. بص يا باشا معايا، تخيل معايا عندي جراف اهو، جراف جميل اهو. الجراف ده عباره عن ايه؟ عباره عن هنا هنكتب هيت، وهنا هنكتب يا عم نكتب تايم. مش هقول لك اكتر من كده، هيت وتايم. المفروض عند كلمه تايم نكتب الكلمه دي اللي هي اسمها ايه؟ رياكشن بروجرس. بس انا مش هكتب بقى رياكشن بروجرس، كلمه تقيله كده دسمه. يعني ايه رياكشن بروجرس؟ يعني الرياكشن ده هو ايه؟ هيتحول الى بي، ده رياكتنت ده برودكت، فده البروجرس اللي هو التايم مع الوقت يعني. بص بقى، شايف الهيت ده اللي على الواي اكسس ده؟ تعال نحط ارقام، هنا 0، هنا 10، هنا 20، هنا 30، هنا 40، هنا 50، هنا 60. ماشي؟ دي ارقام. تعال نبص كده، بص نرسم بقى باللون اللي انا ما بحبوش ده، الاصفر.
الرياكتنت اهو بعد قليلا من الوقت بقى البرودكت هنا. يعني هنا بقى الرياكتنت وهنا بقى البرودكت. تعرف تقول لي كده في الرسمه الجميله اللي انا راسمها دي، في الرسمه دي كده الرياكتنت اكبر ولا اقل؟ الرياكتنت ب 20 والبرودكت ب 40. يبقى كده مين الكسبان؟ كده الهيت بتاعه البرودكت اكبر من الهيت بتاعه الرياكتنت. كده لما تجيب لي دلتا اتش هتقول له اتش بي ماينس اتش ار، هتقول له 40 ماينس 20 تطلع لي 20 جول او كيلو جول على حسب، لان دي انرجي حسب الجول. طب تعالى ناخد نفس الرسمه دي بالظبط. فين البتاع اهي، وكلون كلون كلون اهي كلون. ناخد نفس الرسمه بالظبط، بس ايه، هنشيل الحته اللي بالاصفر دي ونعدلها شويه. نعدلها شويه ازاي يعني؟ بص، اريسر ماشي، هكملها كده مش ازمه. بص بقى، تخيل معايا الرياكتنت كان هنا عند 50، فجاه هوب نزل هنا بقى عند 20 مثلا، بقى عند 20 تقريبا. فايه اللي حصل له؟ هنا كان الرياكتنت اللي هو لتر ايه، بعد كده بقى البرودكت هنا، اصل مع الوقت بقى برودكت. هو كده الرياكتنت كان عند كام؟ كده الهيت بتاعت الرياكتنت كانت اكبر من الهيت بتاعت البرودكت، فبالتالي كده الرياكتنت هو اللي كسبان. يبقى بالتالي كده البرودكت بتاعي خسر. طالما البرودكت بتاعي خسر يبقى ايه اللي حصل؟ يعني لما اجيب اتش بي ماينس اتش ار هتلاقي البرودكت بتاعي خسران، يعني دلتا اتش هتطلع بالنيجاتيف، وطالما دلتا اتش بالنيجاتيف يبقى ده اكسو ثيرميك. اكسو ايه؟ ثيرميك. اكسو ثيرميك. اكسو ثيرميك. شايف نفس الجراف ده؟ شايف نفس الجراف ده؟ تعال ممكن نعمله ازاي بقى؟ هو والله هو ده بالظبط مع بص اختلاف بسيط جدا. ما ينفعش امشي كده الاول؟ ايوه انا همشي كده، والله ده بالظبط مش هعمل اي حاجه ثانيه. هو اختلاف بسيط. في كلون. احلى حاجه بقى ان انا مش برسم الكلام ده تاني، يعني في السنتر بنقعد نرسم الكلام تاني وحاجه نيله يعني. تعال تن. بص بقى يا باشا اهي، تعال بص بقى معايا. تخيل معايا نفس الجراف اهو بالظبط، ادي 50 وبعد كده راح عامل جين وبعد كده عمل ريليز وفضل عند كام برضو؟ عند 20 برضو. بلاستيك. لما تيجي تبص هنا هو عند 50 طلع لحد 60. ليه طلع لحد 60؟ لان هو اصلا رياكتنت، لازم اديله ايه؟ الدفعه كده. لكن هو رياكتنت ده رحت مسخنه حته. التسخين الحته اللي انا سخنتها دي بسميها ايه؟ الحته دي عشان يبقى اكتف لازم ايه ده؟ اسخنه عشان يبقى اكتف. فالنقطه دي اسمها ايه؟ اكتيفيشن بوينت او اكتيفيشن انرجي، الطاقه اللي هو محتاج يوصل لها علشان يبقى اكتف. يعني انا دلوقتي معايا قلم، القلم ده فضل موجود على الترابيزه دي، مش هيتحرك ومش هيتسخن ومش هيتفاعل، لازم اديله شويه تسخين. يعني الرز مثلا عشان يتسلق تحط في ميه، الميه مش هتعمل له حاجه، لازم الايه؟ الميه تبدا تغلي كده وحط فيها الرز. اي حاجه عشان تشتغل لازم اديها ايه؟ دفعه. فانا هديها الدفعه على شكل ايه؟ هيت. فرحت عامل جين للحته دي اللي بالابيض ده جين، وبعد كده رحت عامل ريليز لكل ده. فتلاقي كده ايه اللي حصل؟ الجين اكتر ولا الريليز؟ الجين اقل، الريليز هو اللي اكتر. طب عمل جين لكام؟ من 50 ل 70 مثلا. من 50 ل 70 يبقى كده عمل جين ل 20 صح؟ وريليز عمل كام؟ عمل ريليز لكام؟ هو كان عندي 60 صح؟ نزل لحد 20. من 60 لحد 20 يبقى الفرق تقريبا ايه؟ من 60 40. يبقى عمل ريليز ل 40. فانت عندك ايه؟ عندك الجين وعندك الريليز. فتلاقي كده ايه اللي حصل؟ الجين اكتر ولا الريليز هو اللي اكتر؟ الريليز هو اللي اكتر، يبقى ده اسمه نيجاتيف رياكشن او اكسوثيرميك رياكشن. دلتا اتش بتاعته بالنيجاتيف. طب بص دي، هات لي الاتش بي والاتش ار. الاتش بي والاتش ار على نفس الرسمه. الاتش بي كانت بكام؟ الاتش بي اهي كانت ب 20 والاتش ار بكام؟ ب 50. كده مين اكتر؟ لما اعمل اتش بي ماينس اتش ار، اتش بي ماينس اتش ار هتطلع لي كام في الاخر؟ نيجاتيف 30. دي كارثه، دي كده كارثه. ليه كارثه؟ اصل لما انت تبص كده معايا نيجاتيف 20 كده انا خسرت. كده ريليز، يبقى ده اسمه اكسوثيرميك. يبقى ده بيعمل ريليز للانرجي اكتر ولا جين اكتر؟ ريليز اكتر، عشان كده بيطلع حراره، عشان كده بنسخن. هي نفس الرسمه. هو كان عند 50 طلع لحد 70 ووصل لنقطه اسمها اكتيفيشن انرجي. بس هو لما اخد اكتيفيشن انرجي عمل جين لاكتيفيشن انرجي كتيره ولا قليله؟ قليله. يبقى كده الاكسوثيرميك بيجين حبه صغيرين وبيريليز كتير، فعشان يطلع للاكتيفيشن بياخد حبه صغيرين خالص. طب تعالى العكس كده، تعالى نروح للتاني. التاني اللي هو ده، ادي ده اللي كان اندوثيرميك، فاكره؟ تعالى كده، فين زرار السلكت؟ التكنولوجيا. تعالى بس، راح فين؟ كلون. الكلون ياض اهو.
حلو، تعالى نقسمها بنفس الطريقه، بنفس الطريقه. ايه اللي هيحصل؟ نمسح ده كده عادي، وبعد كده هبدا من عند 20 اهو، واعمل جين، وصلت لحد هنا. بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هعمل ريليز. هو عمل ريليز عند 50 صح؟ دي 50 ماشي، اعتبرها هنا اهي. استنى يا عم، هي نفس الايد يا عم، اعتبرها 50 هي. هو كان عند كام؟ هو كان هنا ده الرياكتنت، وهنا ايه؟ البرودكت. تعالى كده نجيب ايه؟ هيت رياكتنت وهيت برودكت، ونشوف مين اكتر. هيت رياكتنت ب 20، هيت برودكت ب 50. ايه ده؟ البرودكت اكتر. طالما البرودكت اكتر يبقى ده كده اندوثيرميك. ولما نجيب دلتا اتش، هات لي دلتا اتش يا عم، هات لي دلتا اتش. دلتا اتش هتساوي ايه؟ اتش بي ماينس اتش ار 50 ماينس 20 ب 30 كيلو جول. طب تعالى نجيب لي الجين والريليز. بص بص عمل ايه؟ يا نهار ابيض، عمل جين لكل دي، يا نهار ابيض، وعمل ريليز لكل دي. يبقى عشان يوصل للنقطه اللي هيبقى فيها اكتف، اللي بنسميها اكتيفيشن انرجي، محتاج يجين انرجي كتير قوي. فعمل جين كتير قوي يا عم، عمل جين ل 80 يا عم. فهو عمل جين كتير وعمل ريليز حبه صغيرين. طالما هو بيجين يبقى اندوثيرميك، فهو عمل جين يبقى ده اندوثيرميك. ماشي؟ يبقى الانرجي اللي عمل لها جين حاجه، والانرجي بتاعته حاجه ثانيه. يعني بص، الانرجي بتاعته حاجه، والانرجي اللي عمل لها جين دي اللي عمل لها جين حاجه ثانيه خالص. هو كده عمل جين للانرجي، فبنقول عليه اندوثيرميك. والميكستشر كله على بعض راح مصبوب في بي، فبي بقى ذات نفسه كقيمه، بص طلع لحد فوق. هو ايه كان تحت واخد الانرجي دي كلها، فلما اخد الانرجي دي كلها طلع بالمنظر ده. طب هي فين دلتا اتش؟ طب احنا عايزين نحسب دلتا اتش، بنحسبها ازاي؟ اتش بي ماينس اتش ار، يعني الفرق ده وده. يعني لما يجي يقول لك ايه كده، يجي يقول لك ايه كده، هات لي الفرق ده كده، اتش بي ماينس اتش ار. يعني ايه مش فاهم؟ اتش بي بكام؟ ب 50، واتش ار بكام؟ ب 20. هات لي الفرق ده. الفرق ده بنقول عليه دلتا اتش. وطالما السلم طلع، بص بص والله سهل قوي، بص والله سهل قوي. طالما السلم طلع وطالما السلم نزل، طالما السلم طلع يبقى عمل جين يبقى ده اندو، طالما السلم نزل يبقى عمل ريليز يبقى ده اكسو. تاني، طالما السلم طلع يبقى ده جين يبقى ده اندو، طالما السلم نزل يبقى ده ريليز ده اكسو. طب بص 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 اهو، طالما السلم طلع هوب يبقى ده جين يبقى ده اندو، طالما السلم نزل هوب، طالما السلم نزل يبقى ده جين سوري ريليز يبقى ده اكسو. سهله. تعالى نخش بقى للبارت الجديد. كده احنا خلصنا الجزء بتاع الاندوثيرميك والاكسوثيرميك. تعالى نخش بقى للجزء بتاع المولر ماس. هو جزء بسيط قوي وسهل خالص، محتاج بس تفهم كونسبت صغير. نخش للبارت الثاني بتاع المول. ايه يعني ايه كلمه مول اصلا؟ احنا هناخد حاجه اسمها مولر انثالبي او مولر هيت، فاحنا لازم نفهم يعني ايه مول. اركن بقى مول على جنب. انا لما اقول لك يعني ايه دسته، دسته دي يعني ايه؟ يعني 12 قطعه. فكلمه دسته يعني 12 بيس، 12 قطعه صح؟ طيب لما اقول لك مثلا عايز جوز بير، عايز بير، يعني ايه بير؟ يعني 2 بيسز. فانا كده عندي هنا 12 بيسز وهنا عندي 2 بيسز. فلما اقول لك بقى كلمه دسته يعني 12، البير يعني جوز. لما اقول لك بقى مول، عارف يعني ايه مول؟ دسته بس دسته كبيره شويه، دسته بريميوم كده. فلما اقول لك يعني ايه دسته تقول لي 12 دسته يعني 12 قطعه. لك دسته جاتوه، نص دسته 6 قطع، ربع دسته 4 قطع، وهكذا. ربع 3 قطع، ربع 3، ربع 3 قطع. فانت عندك دلوقتي ايه؟ نص دسته 6، دسته 12، الجوز 2. انا بقى عايز مول. ايه هو المول؟ دسته قد كده، دسته كبيره شويه. دسته كبيره شويه دي كم قطعه يعني؟ 6.02 تايمز 10 باور 23 بيسز. كم قطعه؟ الرقم الغريب ده 6.02 تايمز 10 باور 23 بيسز. فلما اقول لك انا عندي دسته من الجاتوه يبقى عندي 12 قطعه جاتوه، جوز من الجاتوه عندي قطعتين، مول من الجاتوه يبقى عندي 6.02 تايمز 10 باور 23 قطعه من الجاتوه. طب ايه الرقم ده يعني يرمز لايه؟ يرمز ليه هقول لك دلوقتي، بس ده كده اسمه مول. الرقم ده دي اسمها دسته، ده اسمه جوز، ده اسمه ايه؟ ده اسمه مول. المول ده رقم يعني ايه رقم؟ كوانتيتي كوانتيتي كوانتيتي، كميه كميه كميه. فانا ممكن اجيب دسته من شنط، اجيب مول من الشنط، اجيب مول من الكراسي، اجيب مول من الصوديوم، اجيب مول من الكاميرات، اجيب مول من المايكات، اجيب مول من الاضاءات، اجيب مول منك عادي مفيش مشكله. طبعا مش هينفع يعني، انت مفيش زيك يعني. مش هينفع تتخربت. اجيب مول من القلمه، اجيب مول من الجاتوهات. فمول ده يعني القطع، يعني كم بيس كم قطعه. ماشي؟ فده الكوانتيتي، ده المول. بص بقى، احنا ليه بنستعمل هذا الرقم الكبير قوي ده؟ احنا عندنا حاجه اسمها صوديوم. ده الصوديوم ده يا باشا ده اتوم، دي اتوم،
اتوم حاجه كده لا تذكر، لا تذكر. وزنها كام؟ قال لك وزنها 11، سوري الرقم اللي تحت ده 11 والرقم اللي فوق ده 23. الرقم اللي تحت ده بنسميه اتوميك نمبر، والرقم اللي فوق ده بنسميه ايه؟ بنسميه الماس نمبر. يعني ايه ماس نمبر؟ يعني ايه ماس نمبر؟ يعني دي المفروض وزنها يبقى 23. 23 ايه؟ كيلو؟ 23 جرام؟ 23 مللي جرام؟ لا 23 حاجه اسمها ايه؟ قال لك الصوديوميه واحده، الواحده بس وزنها 23 اي ام يو. ايه الرقم الغريب ده؟ ايه اليونت دي؟ اول ما اشوفها. ما هو دي اسمها اتوميك ماس يونت. يعني ايه اتوميك ماس يونت؟ وحده كده لقياس الاتومز. هنقعد بقى ايه ام يو وجرام وكيلو جرام، بلا قرف. احنا عايزين نثبت حاجه. فقال لك بص، هات ميزان وحط كده على الميزان. انا عايز الميزان الجميل ده يقرا هنا، يقرا جرام، يقرا بالرقم، يقرا حاجه بالجرام. فقال لك بص، احنا عشان نقرا الكلام ده بالجرام لازم نجيب ايه؟ حاجات كتيره قوي 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 للصوديوم، حاجات كتيره قوي قوي للكلورين، حاجات كتيره قوي قوي للبوتاسيوم، لان دول اتومز اصلا. اتومز حاجه صغنونه خالص، اتوم لا تذكر يعني ما تحتسبش. فانا عشان اخليها بالجرامات فلازم اجيب عدد كبير قوي. قال لك هتعمل ايه بقى؟ هتروح نجيب بقى المول منها، مش هنجيب بقى 12 قطعه ولا جوز، هنجيب مول، هنجيب 6.02 تايمز 10 باور 23. فانا لما جبت البوتاسيوم ده حطيته هنا، وحطيت من البوتاسيوم 6.02 تايمز 10 باور 23، راح قرا رقم ايكوال هنا 19 وهنا 39، قرا 39 جرام. قرا الرقم اللي فوق. لاحظت حاجه، طب قلت هجرب تاني، رحت شايل الصوديوم، رحت شايل البوتاسيوم ده وراح حاطط الصوديوم، لقيته قرا رقم ايكوال 23 جرام. الصوديوم ده 11 23، قريت الرقم اللي فوق. طب استنى تعالى نجرب حاجه ثانيه. انا هجيب نيتروجين، والنيتروجين ب7 وهنا ب14. لما جيت احط النيتروجين بس، وحطيت منه مول يعني ايه؟ 12 ولا 2 ولا رقم كبير قوي؟ رقم كبير قوي، 6.02 تايمز 10 باور 23. لما حطيت من النيتروجين ده مول راح وزنه كام؟ وزن 14 جرام. لما حطيت من النيتروجين ده 4 مول وزن 14 جرام. طب اشمعنى يعني؟ قال لك ما هو ده الوزن، هو الواحده بس وزنها 14 اي ام يو. هات لي بقى 14 اي ام يو، 14 كذا مره 6.02 تايمز 10 باور 23 تديك 14 جرام. يعني انا ممكن اقول لك ايه بالبلدي يعني ال1 اي ام يو لما تضربها، بص الحته دي في 6.02 تايمز 10 باور 23 هتديك 1 جرام. يعني ال1 اي ام يو جبت منها الرقم ده هتديك في الاخر 1 جرام. طب انا عندي لو حاجه 23 اي ام يو، هات منها الرقم ده، هات 6.02 تايمز 10 باور 23 هتديك 23 جرام. طب انا عندي حاجه ب 35 اي ام يو. ايه الاي ام يو ده؟ اتوميك ماس يونت. يعني ايه اتوميك ماس يونت؟ يعني وزن الاتوم الواحده. يعني 23 اي ام يو يعني اتوم واحده بس. طب 23 جرام يعني جبت منها الرقم ده. طب الرقم ده بدل ما نقوله كل شويه هقول ايه؟ جبت منها مول، او جبت منها افوجادروس نمبر. ايه افوجادروس نمبر؟ هو العالم اللي اكتشف الرقم ده اسمه افوجادرو، فسماه افوجادروس نمبر. الرقم بتاعي ده اللي هو 6.022 تايمز 10 باور 23. 6.022 تايمز 10 باور 23. دي القصه بتاعت المول. دي حاجه ملهاش اي اساس من الصحه، وحاجه بص انت فهمتها خلاص اركنها على جنب، مش محتاجينها اصلا في الدرس، بجد مش محتاجينها في الدرس. انا عايز اقول لك على حاجه والله. بص لما اجيب لك كده NaCl، NaCl ده كام مول؟ 1 مول عشان هي مكتوب 1. طب هنا 2NaCl ده كام مول؟ 2 مول عشان مكتوب 2. بس ما فيش اي حاجه ثانيه، مش هيسال على اي حاجه ثانيه. لو غلس هيبقى يقول لك ايه؟ قول لي بقى ده كام اتوم؟ هتقول له 6.02 تايمز 10 باور 23 مرتين، لان ده جايب 2 مول، جايب 2 داستا بريميوم، واحده ب 6.02 تايمز 10 باور 23 والثانيه ب 6.02 تايمز 10 باور 23. ماشي؟ شيل لي بقى الكلام ده. تعالى نخش بقى في الايكويشنز. بيقول لك ايه؟ انرجي نايذر كرييتد نور ديسترويد. الماس اللي هو الوزن نايذر كرييتد نور ديسترويد، يعني الماس مش بيروح ومش بيتدمر، هو بيتحول من حاجه للثانيه. كيف يعني؟ لما اجيب لك ووتر H2O وتتحول في الاخر الى H2 بلس O2، تعرف تقول لي ال H2O دي وزنها كام؟ بس قبل كده، قبل ما اعمل الكلام ده كله لازم اعمل بالانس. انا عندي هنا هيدروجينتين، هنا اكسجينيه واحده، هنا اكسجينتين، فانا عندي واحد محتاج اكتر، هو واحد ده بس، اروح مزوده 2، فبقى عندي كده 2 H2، فاحط هنا 2 H2، بقى عندي بالانس. تعال نجيب بقى الكلام ده كله. هو هيروح مديك ارقام هنا على الجنب، ان السي بواحد، سوري السي ب12، الاتش بواحد، والاو ب16. السي ب12 دي يعني كام؟ يعني 6 و12.
الاتش بواحد يعني كام؟ يعني 1 و1. والاو ب 16 دي يعني كام؟ يعني 8 و16. ماشي؟ بقى تيجي على المول ده ازاي؟ الاسئله تيجي على الجزء بتاع المول ده ازاي؟ بص يديك مثلا مثال يقول لك ايه؟ انا عندي هنا H2O، كسرها لي هتديني مين؟ هتديني H2 بلس O2. انا كده كسرت الووتر. او اعكسها لي، يعني بدل ما تكسرها اعمل لي ووتر. يعني اعمل لي ووتر هتبقى H2، اعمل ووتر في البيت طريقه ايه؟ صناعه الميه في البيت. عندك H2 و O2 هتديك في الاخر H2O. فانا دلوقتي عايز اعرف الايكويشن دي هتبقى ماشيه ازاي. اول حاجه هبص على الايكويشن، هبص عليها كده هل هي بالانسد ولا لا. ليه بقول هل هي بالانسد ولا لا؟ لان زي ما الانرجي neither created nor destroyed but transform من حاجه للثانيه، الماس برضو neither created nor destroyed. يعني هو هيدروجين، الماس ده مش هيطير، هو واحد، فالواحد ده هيتنقل لحاجه ثانيه. يعني هو هيدروجين هنا جواه واحد اتوم، سوري جواه الوزن واحد، هيروح رايح للووتر. الاكسجين الواحده وزنها 16 هتروح رايحه للووتر، وزنها 8 هتروح رايحه للووتر، على حسب يعني. ماشي؟ فانت لما تيجي تبص بقى على المنظر اللي قدامي ده، الهيدروجين ده كام واحده؟ 2، وهنا الهيدروجين 2، تمام. هنا الاكسجين 2 وهنا الاكسجين واحده، مش تمام. يبقى كده انا محتاج اعمل بالانس. عندي هنا دي محتاجه اكتر، اروح حاطط لها 2. يبقى انا كده معايا دي بالانسد. تبص كده عندي 2 H2، يبقى هنا محتاج هنا 2 H2. وعندي هنا O2، عندي هنا 2 O، كده مظبوط. بعد كده راح مديك ارقام. بص بس، بص انا عندي هنا ايه؟ السي دي كربون، دي اتوم، وزن الرقم تحت بنقول عليه اتوميك نمبر، والرقم اللي فوق بقول عليه ماس نمبر. الاتش دي اتوم برضه، الرقم اللي تحت بقول عليه اتوميك نمبر واللي فوق ماس نمبر. ودي اكسجين، الرقم اللي تحت بقول عليه اتوميك نمبر واللي فوق اسمه ماس نمبر. يبقى انا عندي اتوميك نمبر وعندي ماس نمبر. احنا محتاجين مين بس؟ محتاجين الماس نمبر بس، لان انا محتاج دلوقتي ماس، ماليش دعوه بالاتوم. عدد الاتومز ده كان في حاجات ثانيه في الكيمستري بتاعت ثالثه اعدادي. تيجي بقى نبص هنا، الكربون ده وزنه كام؟ هيديك بقى في الامتحان يعني الكربون يديك ب 12، يديك براكت كده ويقول لك الكربون ب 12 والاتش بواحد والاكسجين ب 16، والناس الشاطره بتقعد تحفظهم من كتر الحل يعني. فتلاقي هنا عندي ايه؟ عندي هنا 2H2، فانا عايز اجيب الوزن بتاعه. ده 2 مول. عارف يعني ايه 2 مول؟ يعني جبت من H2 ده مرتين. هو دي كده قصه المول؟ دي قصه المول. يعني ايه قصه المول؟ يعني اجيب لك مثلا NaNO3، ده كده كام مول؟ واحد. طب انا جبت NaNO3 وجنبه 3، كده كام مول؟ كده 3 مول بس. بس يعني ايه جبت 3 مول؟ يعني جبت من الرقم ده 3 مرات 3 داستا بريميوم 6.02 تايمز 10 باور 23 3 مرات، يعني 6.02 تايمز 10 باور 23 تايمز 3، ده المول. فانا هنا عندي كام مول؟ 2 مول. والواحده منهم هنا، بص الواحده منهم هنا بكام؟ ب1. يبقى انا عايز اجيب بقى ايه؟ الوزن بتاعها كلها. الوزن بتاعها بنقول عليها ايه؟ مولر ماس. يعني ايه مولر ماس؟ مولر ماس يعني وزن ال1 مول، وزن ال1 مول، وزن ال1 مول، وزن ال1 مول، ده بنقول عليه مولر ماس. تاني كده، في حاجه اسمها مولر ماس. طب احنا نجيب المولر ماس ازاي؟ الماس اوف 1 مول، وزن ال1 مول. يعني ايه وزن ال1 مول؟ يعني تبص شمال كده لقيت رقم واحد، تمام، 1 مول، 1 مول. فانا هنا عندي ال1 مول بايه؟ H2. عارف يعني ايه H2؟ يعني الهيدروجين وزنه بواحد هضربه في 2، ده كده الوزن بتاعه ب 2 جرام. ده ال1 مول ب 2 جرام. طب هو انا جبت منه كام مول؟ جبت منه 2 مول، فاضربها ب 2 يطلع لي في الاخر 4 جرام. ماشي، انا مش هقول حاجه، انا من ستيت بس الكلام اللي قدامي. انا عندي الاكسجين بكام؟ دي كده 1 مول، يبقى انا هحتاج المولر ماس. الواحده بكام اصلا الاكسجين؟ ب 16، عشان الماس نمبر بتاعها ب 16 هنعمل 16 تايمز 2 يطلع لي في الاخر 32 جرام. تمام. تيجي تبص هنا على الاتش 2 او. الاتش 2 او من الحاجات اللي انا عايزك تحفظهم. في حاجات كده بتحفظهم على طول، اللي هي ايه بقى؟ مثلا عندك الووتر، احفظها دايما، الووتر ب 18 جرام بير مول. يعني ايه جرام بير مول؟ يعني مولر ماس، يعني وزن ال1 مول. والكربون دايوكسيد عايزك تحفظه بكام؟ ب 44 جرام بير مول. وكربون دايوكسيد ومين تاني؟ ووتر وكربون دايوكسيد والاكسجين ب 32 جرام بير مول. احفظ لي الثلاثه دول مع بعض لو سمحت. بعد كده عندي هنا الووتر بكام؟ الاتش 2 او زي ما قلنا 18. طب تعالى نجيبهم. انا عندي الاتش بواحد تايمز 2. بعد كده الاكسجين بكام؟ ب 16. دول كانوا كلهم على بعض بكام؟ 2 و16 يعني 18. في هنا 2 تايمز 18 يطلع لي في الاخر هنا 36. طب تعالى نجمع كده، تعالى نجمع ال4 وال32 هيطلعوا لي 36. يبقى هم في الرياكتنت كانوا 36 جرام، طلعوا في البرودكت 36 برضو جرام بير مول، وهكذا يعني.
لا ده مش مولر ماس، 36 جرام لان ده 2 مول. خلاص، فانا عندي ده 36 و36، يبقى كده الانرجي سوري الماس نايذر كريتد نور ديسترويد. ايه اللي حصل له؟ ترانسفورم من حاجه للثانيه. فده بنقول عليه لو اوف كونسرفيشن اوف ماس، بنحافظ على الماس. خلصنا؟ شيل، مفيش اي حاجه ثانيه هنا صعبه. والله شيل هبل. اللي بعده السؤال يجي لك تاني ازاي برضو؟ يجيب لك مثلا حاجه زي ده CH3OOH ويقول لك هات لي المولر ماس بتاعه. ده كام مول ده؟ ده 1 مول. خلصت. ده كام مول؟ 1 مول. هات لي المولر ماس، يعني ده كام مول؟ ده كده 1 مول. طب هات لي المولر ماس، اديني الارقام عشان مش حافظهم. السي ب 12، الاتش بواحد، الاو ب 16. طب يلا نشتغل. السي بكام؟ ب 12 اهي، بلس الهيدروجين بكام؟ بواحد 3 مرات، يعني 1 تايمز 3. ايه ده؟ هو احنا ليه هنا عملنا بلس وهنا عملنا تايمز؟ كل اتوم مختلفه بنحط البلس، كل اتوم مختلفه بنحط بلس، كل اتوم مختلفه بنحط بلس، ومع بعض نعمل تايمز. فانا عندي هنا سي بعد كده بلس عشان اتوم مختلفه، اتش 3 يعني اتش تايمز، بلس اتوم مختلفه، اكسجين ب 16 بلس اتوم مختلفه. اجمع دول كلهم على بعض، دي 3 ودي 12 15 وواحده 16 16 و16 32 جرام بير مول. يبقى المول الواحد فيه 32 جرام. طب انا عايز 2 مول، خلاص عايز 2 مول اضرب ده في 2 يطلع لي في الاخر 64. شايف سهل ازاي؟ تافه تافه. إيه يصعب الدنيا قوي ازاي بقى؟ يصعب الدنيا ازاي؟ مفيش صعب، والله هو مفيش صعب. عايزك تحفظ البتاعه دي. تخيل كده الراجل بيبيع ايه؟ طماطم 3 ب 10 يقعد يعمل الحاجات دي. 3 ب 10، 3 ب 10 او 6 ب 20، 3 كيلو ب 10 جنيه، يعني 6 كيلو ب 20 جنيه. عملها ازاي؟ عمل ريشيو. يعني هو الراجل اللي بيبقى تحت ده فاهم ريشيو. شفت بقى؟ شفت يبقى عيب هو يبقى فاهم ريشيو وانت يا رب بتروح المدرسه كل شويه وانت مش عارف تعمل ريشيو. يعني الراجل بيشيان وبياع وفاهم ريشيو كمان، وانت قاعد في البيت مش فاهم يعني ريشيو. كارثه. ال 3 كيلو ب 10 جنيه. بص بقى هتعمل ايه بقى؟ 3 كيلو يبقى اكتب لي فوق هنا كيلو بكام؟ ب 10 جنيه. اكتب لي فوق هنا جنيه. يبقى ال 6 كيلو بكام؟ نحط ال 6 تحت الكيلو. 3 كيلو ب 10 جنيه. يبقى ال 6 كيلو، يبقى ال 6 تحت الكيلو. ما ينفعش تحط لي ال 6 هنا، كانت فلاح، كانت جاموسه بحر. ال 6 تحت ال 3. يبقى ال 6 كيلو بكام؟ واعمل كروس افريكيشن، كروس مالتيبليكيشن. يعني ايه كروس افريكيشن ده؟ اللي قدام بعض بيعملوا تايمز وده نعمله ديفايد. يبقى 6 تايمز 10 على 3 هيدونا كام في الاخر؟ 20. 20 قنيه. يبقى ال 6 كيلو ب 20 قنيه. طب تعالى بقى نبص على اللي هنستفاد بيه. قال لك ايه؟ ال1 مول، بص بقى طالما مول يبقى المول بكام جرام؟ ال1 مول لاي حاجه مش مهم، مالكش دعوه مالكش دعوه. ال1 مول ب 44 جرام. هو ال1 مول ب 44. انا معايا 50 جرام. معايا 50 جرام. تعرف تقول لي هم كام مول؟ هسيب دي فاضيه احط عندها اكس واعمل كروس افريكيشن. 50 تايمز 1 على 44. كان في كالكوليتر هنا، راحت فين؟ يا كالكوليتر استنى يا عم، راحت فين؟ سرقوها اهي. وانا ادور على الكالكوليتر، يعني ماشيين ندور على الكالكوليتر. بخ. كام في كام بقى؟ 1 في 50 على 44 يطلع معاك 1.13. يبقى الاجابه هنا 1.13 مول. وتكتب مول عشان انت لو نسيت المول تتاكل كده تتفعص، هتتفعص. نسيت، اتعصبت مش عارف ليه، عشان ما بحبش حد ينسى اليونت. لما بنسى اليونت برضه بتعصب. شايف هنا؟ فلح. انا فلاح هنا، فلاح جرام. طب ليه ما كانتش جرام بير مول؟ عشان ضربت في 2. فهنا دي جرام بير مول عشان هو 1 مول. هنا مفيش، ده كده فلح. انا كده جاموسه بحر. مش نافع. مش نافع. تعالى تعالى تعالى. بص بقى دي عندي مثلا C2H5OH. ده موليكيول عايز احرقه فهجيب معاه اكسجين. يبقى كده لما احرقه ده كده اكسوثيرميك، ده اسمه كومباشن. باجي يطلع لي في الاخر كربون دايوكسيد وهيطلع لي ووتر وهيطلع لي في الاخر دلتا اتش بالرقم ايكوال نيجاتيف 1367 تقريبا كيلو جول. والرقم ده مش فارق معايا في حاجه خالص، المهم يكون بوزيتيف او نيجاتيف. بعد كده لما نيجي نبص هي بالانسد ولا لا؟ هنا عندي 2 سي، هنا واحده سي، ما ينفعش، يبقى لازم احط هنا 2. هنا عندي 5 اتش، واحد يبقى 6 6 وهنا كام اتشايه؟ 2، فانا ممكن احط هنا 3. طب انا كده عندي كام اكسجينيه؟ عندي هنا 2 في 2 ب 4 و3 في 1 ب 3، 4 و3 7. نيجي نبص هنا انا عندي كام اكسجينيه هنا؟ عندي واحده وعندي 2. طب العب في كل ده ولا العب في دي بس؟ طب هلعب في دي بس. طب دي 2
ودي 1 انا عايز اوصلهم 7 فممكن اخليها 1 و6 صح؟ طب اخليها 1 6 ازاي؟ شاطر، اضرب في دي في 3 فضربناها في 3 بقت بالانسد. طيب كده عملنا الايكويشن وظبطنا البالانس. حلو، اوعى تنسى البالانس. ليه؟ عشان بيعرفني هو 1 مول ولا اكتر من مول. فانا عندي الكومباوند ده دلوقتي قدامي ده اسمه ايثانول. فاكر الايثانول اللي كان بيطلع من الايثايل الكحول، سوري كان بيطلع من السيل ريسبيريشن ان ايروبيك بتاع اليست. طب بص بقى معايا في الرسمه الجميله دي، C2H5OH لما بيتسخن بيدينا دلتا اتش بالنيجاتيف. نعمل معاه ايه بقى في الاخر؟ الايثانول ده نعمل معاه ايه في الاخر؟ عايز اسالك سؤال، هيسالك اول سؤال هيساله لك الرياكشن ده اندوثيرميك ولا اكسوثيرميك؟ طالما دلتا اتش بالنيجاتيف يبقى ده اكسوثيرميك، طالما دلتا اتش بالنيجاتيف يبقى ده اكسوثيرميك. ادي اول سؤال. طب السؤال الثاني اللي هيساله لك لما تيجي تبص كده على الرسمه هيقول لك ايه؟ دلوقتي ال1 مول من الايثانول لما بيتحرق بيطلع كام جول؟ هتقول له ال1 مول لما اتحرق طلع الرقم اللي هناك ده 1367 جول كيلو جولز. ايه ده ليه ما حطيتش النيجاتيف؟ اصل النيجاتيف دي يا بوزيتيف يا نيجاتيف بتعرفني هو اند ولا اكسو، بس هو طلع كوانتيتي كام؟ الرقم بس. طب لو جه قال لك انا جبت، بص بقى هات لي المولر ماس بتاعه، المولر ماس بتاع الايثانول. هنجيب المولر ماس ازاي؟ يلا السي 2 السي بكام؟ ب 12 وهي لسه نفس الاتوم يعني تايمز، بعد كده براكت سي 2 اتش، ايه ده اتوم جديد هنعمل بلس اتش 5 يعني ايه؟ الاتش ب 1 ده مش كاتبهم؟ طب استنى، السي ب 1 12 اتش ب 1 الاو ب 16 احفظهم بقى. بعد كده عندك الاتش بكام؟ ب 5 تايمز 1 عشان هي نفس البتاع، بعد كده بلس الاكسجين واحده بس وهي ب 16 يبقى 16 في 1، بعد كده بلس عشان هنا هيدروجين وهي واحده بس هيدروجين تايمز 1. اجمع دول كلهم على الكالكوليتر شوف هيطلع لك كام. استنى بعد كده بلس دي 5 بلس 16 في 1 ب 16 1 في 1 بواحد، اجمع لي دول مع بعض 24 و16 يعني 6 و4 30 و10 40 و5 1 يبقى كده 46 جرام وبير مول لان هو مول واحد بس. طب انا كده جبت المولر ماس، طب انا ممكن اعمل ايه تاني؟ بص معايا بقى، هو يديك سؤال غلس قوي وسؤال حلو قوي. السؤال الحلو يقول لك ايه؟ لو انا معايا ال1 مول بيديني انرجي ايكوال نيجاتيف 1367 كيلو جول. انت عارف دي اسمها ايه؟ عارف دي اسمها ايه؟ اسمها مولر انثالبي. اسمها كده، اسمها مولر انثالبي. يعني ايه مولر انثالبي؟ يعني لما بحرق 1 مول من الماده دي بتدينا الطاقه دي فبنسميها مولر انثالبي. الحراره اللي طالعه من 1 مول، يعني لو جبت 6.02 تايمز 10 باور 23 من دي وحرقتها هيطلع لي الرقم ده اللي هو 1367 كيلو جول. لو ال1 مول بيديني الرقم ده يبقى ال 3 مول بتدينا كام؟ 3 مول هتدينا كام؟ اعمل كروس افراكيشن، اضرب ده في ده على ده هيطلع لك في الاخر الرقم. ماشي؟ شد لي خط بقى. السؤال الاصعب، السؤال الافجر، السؤال الجامد بقى. راح قايل لك ايه؟ ال1 مول انت جبته بيطلع انرجي قد ايه؟ بيطلع انرجي 1367 كيلو جول. تعرف تقول لي ال 80 جرام بيدونا كام؟ طب ده مول وده جرام ما ينفعش. قلت لك ايه؟ المول تحت المول او الجرام تحت الجرام، الجنيه تحت الجنيه، ما ينفعش احط مول تحت الجرام. حاجه من الاثنين، يا اما تحول لي المول للجرام يا اما تحول لي الجرام للمول. هو ينفع؟ ايوه يا ابني مش احنا لسه جايبين اهو ال1 مول اللي هو المولر ماس طلع ب 46 بس 46 جرام. مش ال1 مول طلع ب 46 جرام. حلو اهو لسه جايبين المولر ماس اهو. قول لي بقى انت عايز تعمل ايه؟ عايز تحول الرقم اللي هو مديهولك ده ال 80 جرام ده هتعمل فيه ايه؟ قال لك خلاص هات ال 80 جرام ده حطها تحت الجرام واعمل بقى هنا المول اهي واضرب ده في ده على ده، اعمل كروس افراكيشن. هتعمل ايه كروس افراكيشن؟ 1 تايمز 80 على 46 هتديك في الاخر 1.739 يعني 4 مول. يبقى انا كده جبت كام؟ 1.74 مول. خلاص انا كده معايا المول، يبقى انا ممكن اشيل بقى كلمه 80 دي، اشيل كلمه 80 دي واعوض عنها بايه؟ ما هي دي هي دي 5 هي دي، يعني 5 كيلو طماطم ب 50 جنيه، يعني ممكن اشيل 5 كيلو احط مكانها 50 جنيه نفس القيمه. انا معايا ساعه ب 1000 جنيه، فانا لو مرخم مطعم معيش فلوس ادفع ممكن اديله الساعه اللي قيمتها 1000 جنيه، الشيك ضن خلاص لو هو قبل يعني. فاحنا هنا في الكيمستري بنقبل بكل حاجه، فتلاقي ال1 مول بالرقم ده، يبقى ال 1.74 مول
هتبص عليها كده تدينا كام كيلو جول انرجي. هتعمل كروس افراكيشن، تضرب ده في ده على ده، هيديك الرقم في الاخر وتقول له ايه ده بالكيلو جولز. توته توته، خلصت الحدوته. حلوه ولا بنتوته؟ اتمنى تكون استفدت معانا، الدنيا كانت لذيذه، فهمت كيمستري كويس. هعمل معاك ديل حلو. بص يا صديقي، انا هنزلها في شورت لوحده برده، بس هقول لك برده هنا للاسف. استنى تعالى نظبط بس الاضاءه كده. ايوه تعالى بس كده عشان بس شفنا يا ابني. للاسف اسف، للاسف الايه الاسف ننور النور. استنى الفيديو ده سيبك من الفيديو ده. الفيديو الحل بتاع المعاصر بتاع ده هنزله لك على يوتيوب، بس بعد كده انا مش عارف انزل الحل اصلا على يوتيوب للاسف. يعني لماذا؟ انا منزل لك الشرح لان انا شايف ان الشرح يعني حقك، ما عادي انت محتاج تسمع شرح فاسمع. وانا عشان اعرف اشرح لك هنا لازم اجي استوديو تصور ضاءه وشايف وبورد وحركات، وبنأجر المكان. فاجار المكان ده بمبلغ، فالمبلغ ده بنوفره منين؟ من فلوس المنصه اللي بننزل عليها حصص الحل. فحل المعاصر، حل الواجب بتاعنا، حل فيديو ستادي توجذر اللي هو بنذاكر فيه مع بعض من الكتاب، الكويز، الحاجات دي كلها نازله على المنصه بسعر انت بص خش شوف انت براحتك، يعني شوف ده يناسبك ولا لا. يعني انا ممكن اشوف ده سعر رمزي انت ما تشوفوش، تشوفه سعر كبير، بس انا بقول لك هو نازل هناك بسعر. ليه؟ عشان ناخد الفلوس اللي طالعه من هناك من المنصه، نعرف نصرف لك على المكان عشان نعرف نصور لك الحاجات دي. لان هو لو اللي هناك دي ما اشتغلتش يبقى في الاخر مفيش ناتج طالع، في الاخر انا مش عارف اجيب لك فلوس ادفعها لك هنا، لان ده المكان ده بمبلغ، المكان ده لازم تاجره، لازم تدفع عليه فلوس عشان تعرف تصور. فانا حرفيا انا باخد الفلوس اللي هنا بصرفها لك هنا، انت ما تعرفش القاعه ايجارها كام، ما تعرفش اي حاجه، دي حاجه ما ترجعلكش، وحاجه يعني مش بتاعتك خالص. بس انا فاهم، يعني انا فعلا بعتذر لك ان انا مش عارف انزلك الحل على اليوتيوب. ممكن ننزل حصص حل، حصص شرح، ريفيجن في الاخر، لكن حصص الحل بقى وتقييم ومش صعب ده كده صعب كده، احنا الايكويشن مش تبقى بالانسد كده ساعتها بقى. احنا كده المكان ده هو حتى مش ده بيصرف على ده خالص، هي لازم هناك المنصه تيجي تصرف على المكان ده على الاقل، يعني ده اقل القليل. بس فانا يعني بعتذر لك ان انا مش عارف انزل لك الحاجات، والله ده غصب عني، بس هو لازم في حاجه تيجي عشان حاجه تروح. ممكن تدور على يوتيوب هتلاقي في حد تاني بيحلوا، يعني ناس اشطر مني بيحلوا عادي جدا، مفيش مشكله. خلاص اشوفكم على خير، وان شاء الله المحاضره دي هتنزل لك الاربع، وبعد كده انا شفت الكومنتس بتاعتكم وهظبطها. هننزل بقى من بعد العيد ان شاء الله حد واربع، يعني العيد بتاعنا جمعه سبت حد، هيبقى عندنا حد واربع، بعد كده هنبدا ماشيين على طول من حد واربع عشان نلحق نخلص المنهج زي ما انتم عايزين. وبرده زي ما انت شايف انا ما بحبش اضغط المحاضرات على بعض. اشوفكم على خير يا اشطر دكاتره في الدنيا.